السلام عليكم. شوف أمانة والله خايف من شغلتين. أول وحدة إنه يكونوا لاعبينا صاروا عم ينزلوا للاعبين ريال مدريد إنهم دون مستواهم أو هن عبارة عن لاعبين عاديين مثل باقي الأندية، فهون راح يكون غلط كبير، وإنه لاعيبتنا يكونوا يفوتوا على المباراة مغرورين، هذا له ردة فعل صعبة صدقني. والشغلة الثانية انه كل التصريحات اللي عم يعملها بيريز من يومين ثلاثة على بدنا ننسحب وتغيير الحكام والحكام ويهاجم رئيس الليغا ويرد يهاجم تيباس ويرد يهاجم هذا كله لتشتيت لاعبين برشلونة. امانة لازم يكون في تركيز كبير على المباراة، لانه خسارة المباراة كارثة طبيعية بوقت انت حاططهم بمكان صغير ومحجمهم، فجأة يفوزوا عليك، فهي كارثة وما رح تقدر تتحمل جماهير تبع الروس المربعة. هلا الجماهير فهمانة بتقول لك لعبنا احسن منك وفزنا عليك، تمام. اما هدلنج جماعة الروس المربعة صعب تقدر تتحملهم بهيك ظروف. بتمنى انه اللاعبين ياخذوا لاعبين ريال مدريد على محمل الجد ويعتبروهم انه اللاعبين بمستواهم ويلعبوهم مثل اي عم يلاعب فريق تاني، ما يفوتوا مستهترين فيهم وهن مو كفؤ. ساعتها رح ندفع الثمن غالي صدقني يا صديقي.